نظموا الدورة 63 الجلسة العامة تاع الاتحاد العالمي لجمعيات كلية الطب اللي هي باش تكون في تونس بعد ما انتظمت عام ناول في أمريكا وتحديدا في بالتيمور. وقتها نحن قدمنا الترشح نتاعنا، مشت مجموعة مكونة من 18 عضو من الجمعية نتاعنا قدموا الترشح نتاعنا، وبالانتخابات حصلنا على بريسك يعني الأصوات الكل. قد السنة في تونس باش تكون عنده محور موضوع ياسر مهم اللي هي الصحة ما بعد 2015 بالضبط كما هو Health Beyond 2015 Get Involved. شنو هي حكاية الموضوع هذا؟ سنة كي دخلنا في الألفية الثالثة بدت مشاورات حول شنو هي الأهداف اللي نحبوا نحطوها للألفية الجاية، اللي هي حطينا 8 أهداف، منهم 3 متعلقين مباشرة بالصحة، واللي عملنا على تحقيقها حطينا 15 سنة كحد نهائي باش نكونوا قدمنا فيها ولا حققناها. بفول 15 سنة العام الجاي باش ندخلوا في 2015 ونعرفوا شنو هي فما بعد الأهداف هذيا. دونك فما أجندة ما بعد 2015 اللي تعمل عليها الأمم المتحدة. نحن كطلبة في الطب بيسكو الاتحاد نتاعنا يضم 1.2 مليون طالب في الطب، نحبوا نقولوا الكلمة نتاعنا، نحبوا نوصلوا نحن شنو نحبوا يعني كأطباء كاختصاصيين نهار آخر في التظاهرة هذه باش يكون فما ورشات وتكوينات على المحور هذا باش نحاولوا نعملوا على سكون ابيل حمامات ريزولوشن. هي ريزوليوشن نحن باش نعملوا لها ليلابوراسيون نتاعها باش تتقدم في افريل في الجلسة العامة نتاع الهيئة نتاع الصحة العالمية الOMS، وباش تتقدم في سبتمبر في الجلسة العامة نتاع الأمم المتحدة. نحن اخترنا لها حمامات ريزولوشن باش تبقى ديما اسم الحمامات مربوط بالحكاية هذه وتنتقل للعالمية. منها بيبليسيتي لبلادنا خاطر كي باش يجوا بحذنا أكثر من 1000 طالب في الطب بيان سور باش يعدوا الميساج لأصحابهم ولعائلاتهم، ونستنوهم باش يجوا ناس العام الجاي في الصيف والعام الجاي والعام اللي بعده. زادا نحب نقول اللي نحن الترشح نتاعنا وقتها كان في 2013 بعد اغتيال شهيد يعني اغتيال شكري بالعيد يرحمه، والدنيا داخله بعضها شوي. دونك كان منا تحدي باش نقولوا اللي الشباب التونسي يخمم في بلاده، اللي الشباب التونسي يحب يقدم حاجه لبلاده، اللي تونس ديما بلد قادره انها تسع الجميع وقادره ترحب بالجميع، وحبينا نعدوا الايماج المزيانه على تونسنا كيما نحبوها، ايماج تونسنا المحلاها المزيانه. وان شاء الله نكونوا نحن قدمنا حتى شويه لتونس وحاولنا ان نتحركوا باش نحسنوا الاوضاع اللي كنا نعيشوا فيها. شكرا.